أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل إلقاء خطبتي حي على شكر الله عز وجل الذي أعطانا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نذوق الحواء مجا بالله تعالى. الحمد لله، صلاة وسلاما على ابن عبد الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جهد الإسلام لإعلاء كلمات الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى جاء الحق وزهق الباطل. طيب، أقوم هنا لخطبة العربية تحت العنوان كن مسلما حقيقيا. أيها المسلمون المحترمون، علمنا الإسلام توحيد الله وأن تشبيه الله بالحوادث ذنب عظيم. الله واحد، ليس له شريك، ليس له زوجة، ليس له ولد، ولم يكن له كفوا أحد. هو الأول والآخر وقصر الكلام، له جميع الصفات الكاملة. الله خالق المرسلين والملائكة والشجرة والحجارة وكل ما في هذا العالم. ليس شيء يستحق العبادة سوى الله تعالى. إياه يعبد المخلوق وإياه يستعين. وقال الله تعالى في سورة الفاتحة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. إخواني الأحبة، المسلم ليس من تكلم بالعربية الفصيحة، وليس استعمل إزار قلنسوة، وليس الذي نهى نفسه عن الأكل الخنزير، ليس. لكن المسلم الذي يشهد أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وصوم رمضان ويحج البيت إذا استطاع إليه سبيلا، وأشار القرآن. ويجب عليه أن يقول الحق ولو كان مرا، كيف كان ومتى كان وأين كان. وأشار القرآن قائلا: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. معاشر المسلمين رحمكم الله. وقال سيد عمر بن الخطاب: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. أجل السعداء، إن الله قد اختار لكم الإسلام دينا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أخير الكلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.